سامي الطاهري، الأمين العام مساعد المكلف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل. السيد سامي، معناها المؤتمر الجهوي بالقصرين، الاتحاد العام التونسي للشغل، في الوضع الحالي معناها نتاع القصريين بداية كيفاش تنزلوا؟ هو جاء في الوقت المناسب الحقيقة، باعتبار أنه حالة الاحتقان وضع من تاع متردي على جميع الأصعدة الأمنية والاقتصادية وخاصة الاجتماعية، وغضب شعبي كبير ياسر على أداء حكومة لمدة سنتين وحكومة أخرى أو حكومات أخرى سابقة في السنة الأولى من الثورة ما تحقق شيء. القصرين المؤتمر كيما جاء باش يقيم العمل النقابي، جاء باش يقيم الوضع ويضع استراتيجية جديدة ويلعب دوره كاتحاد جهوي فيما يتعلق بمطالب الجهة، سواء في التنمية ولا في التشغيل وفي التهميش بصفة عامة اللي عاشته القصرين، رغم اللي هي من الجهات الكبيرة اللي أعطت دفع كبير للثورة منذ انطلاقها بشهدائها ثم بمتابعتها، خاصة في السنة الأولى اللي ثم محاولة للالتفاف عليها، وكانت القصرين من الجهات اللي ساهمت في القصبة 1 و2 ومنعت الثورة من أن يقع اختطافها من السنة الأولى. لاحظنا اليوم حضور الأمين العام السيد حسين العباسي، معناها تقريبا ما هي النقاط اللي ممكن تطرق لها؟ هو في العادة كان يتطرق في كل مؤتمرات من هالنوع فرصة باش يقع التقاء بالنقابين وتعطى لهم صورة متنوعة على الوضع النقابي، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي إلى غير ذلك. اليوم بحكم الوضع الخاص اللي مر به المؤتمر واضطر إلى أنه يقتصر التدخل حول قضايا متعلقة بظروف العمل لفئات من أبناء جهة القصرين، عمال الحضار، عمال المناولة، وعمال الآلية 16، وتقدم لهم بالحلول اللي تم الاتفاق فيها مع الحكومة واللي باش تعجل بحل المشاكل، خاصة وأن أكثر من تقريبا من خمس عمال الأصناف هذه هم في جهة القصرين فقط. يعني من 20,000 من الآلية تجد 5,000 فقط في القصرين. هذا يدل على أن الجهة همشت وتم معالجة قضايا البطالة فيها بالطرق الترقيعية ذي اللي أفضت إلى توتر اجتماعي وأفضت إلى مشاكل، فكانت المداخلة محصورة على التنمية في الجهة وعلى الجوانب المتعلقة بالتشغيل، وأيضا ماذا يمكن للاتحاد أن يلعبه من دور من أجل إنقاذ جهة القصرين كالجهات الداخلية الأخرى المحرومة. تقييمكم في علاقة بالعملية الانتخابية يعني؟ احنا ما نجوش نقيموا، هو النواب قيموا، احنا نشرفوا على العملية وننظموا الشفافية والديمقراطية وتطبيق القانون واحترام النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل، وهذا ما تم في جميع المراحل. اللي نجم نقيموه أنه كانت نقاشات في المداولات بين النواب ناضجة إلى أبعد الحدود وتطرقت إلى ما يجب التطرق له، وخاصة القضية الرئيسية الأم اللي هي وضع جهة القصرين ودور الاتحاد الجهوي فيها، إلى جانب المشاكل المتعلقة بالعديد من القطاعات اللي تعانيها الجهة، سواء إذا خذينا التنمية في بعدها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي والصحي، هي التنمية ما يسمى بالمستدامة اللي تمس جميع الجوانب. اليوم النواب تطرقوا إلى هذه القضايا وقدموا مقترحات وطالبوا بعدد من المطالب باش تكون برنامج عمل ل4 سنوات القادمة. في علاقة بتطلعاتكم، كان نجم نقول معناها المكتب التنفيذي الجديد أو المهام الموكلة إليه والحينية أساسا؟ هو اللوائح اللي قدموها النواب اليوم باش أعطتهم جملة من المهام، ثم مهام وطنية تدخل في المهام تاع الاتحاد العام التونسي للشغل في القضايا الكل، ثم مهام جهوية بالأساس اللي هي المشاكل اللي تعيشها جهة القصرين. وبالتالي المكتب التنفيذي القادم باش يكون يعمل في الجبهة الداخلية في علاقة بتنظيم النقابات وتأطيرها وتكوينها، وخاصة النقابات الجديدة اللي جت بعد الثورة، وله أيضا مهمات جهوية متعلقة بالقضايا اللي تعيشها القصرين كما قلت: التشغيل والتنمية والتوزيع العادل للثروة
ومقاومة الفساد والتهريب وغير ذلك من المشاكل اللي تعناها الجهة، واللي لخصوها النواب في كلمة التهميش والإقصاء، واللي أبروا على استعدادهم إلى مقاومتها بكل الطرق. سي سامي، شنو رأيكم في الحكومة متاع مهدي جمعة؟ أعلنوا عليه هو والتفاصيل ما عندناش احنا كرباعي. قدمت بعض الأسماء وكيفنا كيف بقية الأطراف اللي تم مشاورتها، وتم اعتراض عليها بحكم أنها لا تصلح في أن تكون مستقلة ولا أيضا حائزة على كفاءة ويمكن أن تحوز على التوافق متاع بقية الأسماء الأخرى. تسريبات تبقى ديما تسريبات. أكيد عندنا جلسة رسمية مع رئيس الحكومة قبل أن يعلن حكومته وقبل أن يقدمها للمجلس الوطني التأسيسي، لأن هذا أحد شروطنا. وإذا كان السيد المهدي جمعة يحب الدعم يحب التوافق، فالأفضل أنه يتشاور مع جميع الأطراف وخاصة الرباعي باش ينجح في المرحلة القادمة. في خصوص تزامن المسار الثالث، المسارات ماشية وتتقدم بصفة طبيعية، بل بالعكس بأسرع ما يمكن. كنا نأمل أنه نتوجها كلها نهار 14، هذا ما تمكناش فيه. كانت العقدة مرتبطة بالفصول المتصلة بالقضاء، واللي ما ثمش فيه توافق إلى حد الآن. اليوم وقعت جلسة نتاع الحوار الوطني وعندنا مشروع احنا كاتحاد وكرباعي باش نذلوا الصعوبات لإيجاد التوازن بين استقلالية القضاء على أن لا تكون مطلقة وتولي سلطة استبدادية بشكل آخر، وتمكينها من الاستقلالية الكافية حتى لا تكون أيضا ذيل وتابع للسلطة التنفيذية. إذا كان هذا العثرة تعدت، فنأمل أنه المسار التأسيسي سيتوج في أقرب الساعات أو لم نقل يمكن الأيام في المصادقة على الدستور بصفة نهائية. بالنسبة للمسار الانتخابي، الهيئة شكلت، رئيسها موجود، نستنوا في صياغة القانون الانتخابي حتى يعلن عن الموعد تاع الانتخابات. المسار الحكومي هو يتقدم، الحكومة السابقة تم استقالت، والحكومة الثانية الجديدة تم تكليف فيها رئيس حكومة هو بصدد تشكيل حكومته، ومن المفروض نستنوه 15 يوم. هو قال أنه سيعجل بذلك قبل ذلك، يعني قد نسمع بالحكومة في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير. ميرسي.